فيلم مهم جدا وقوي جدا، وانا بعتبره علامه مهمه في تاريخ السينما المصريه، وده مش علشان هو مأخوذ عن ملحمه الحرافيش للكاتب الراحل نجيب محفوظ، او علشان هو من اخراج المخرج المتميز علي بدرخان، لكن هو علامه مهمه في تاريخ السينما من وجهه نظري علشان هو بيطرح فكره مهمه جدا وبيجاوب على سؤال اكثر اهميه، وتناول موضوع مفيش فيلم في تاريخ السينما تناوله بالشكل اللي تناول بيه الفيلم اللي هنتكلم عليه النهارده. فمع مراجعه الفيلم المتميز جدا فيلم الجوع، الفيلم من بطوله محمود عبد العزيز، سعاد حسني، عبد العزيز مخيون ويسرى، ومن اخراج علي بدرخان. تبدا الحكايه في احدى الحارات الموجوده في القاهره في نهايه القرن ال19، حاره بيحكمها فتوه ظالم، فتوه بيهين اهل الحاره ويسرقهم ويستحل اعراضهم. ومع زياده الظلم بنلاحظ وجود شخصيه مهمه في الحاره، وهو فرج الجبالي. فرج الجبالي هو حفيد فضل الجبالي فتوة الحاره القديم، واللي كان كل اهل الحاره بتحبه. فرج الجبالي كان زيه زي اهل الحاره، وكان بيتعرض للظلم زيهم من فتوة الحاره. لكن في يوم من الايام فرج بيعرف ان فتوة الحاره ضرب امه، فبيثور وبيقرر انه يروح للفتوه علشان ينتقم منه ويسترد كرامته. وفعلا فرج بيروح للفتوه وبينتصر عليه، والفتوه بيهرب منه، وبيبقى فرج الجبالي هو فتوه الحاره الجديد. فرج في البدايه كان بيحاول ان يبقى عادل ويجيب حقوق الغلابه، وكان بياخد من الغني علشان يدي الفقير. لكن اعيان الحاره ما عجبهمش الكلام ده، وحاولوا انهم يقربوا منه وحاولوا يقنعوه انه يبقى واحد منهم، لكن فرج كان دايما بيرفض وكان دايما بيقاومهم. لكن مقاومته انهارت، وده حصل لما شاف ملك السمري اللي كانت من عائله من عائلات اعيان الحاره، وقرر انه يتجوزها ويعيش معاها في القصر بتاعها. ومن هنا ابتدى فرج يحصل له تحول في شخصيته، وبدل ما كان من الفقراء اصبح من الاعيان، وبقى بيستولى على فلوس الاتاوه بعد ما كان بيوزعها على الفقراء من اهل الحاره. وبعد كده اشتغل في التجاره، ومع دخول المجاعه على مصر استغلها في انه يستولى على كل المواد الغذائيه الموجوده، وبعد كده يبيع منها بمزاجه لاهل الحاره بالسعر اللي هو عايزه علشان يحقق مكاسب كتير. وابتدى يظلم في اهل الحاره ويقمعهم ويدوس عليهم. لكن جابر الجبالي اخوه ما رضيش بالوضع ده، وحاول انه يحفز اهل الحاره على الثوره ضد ظلم فرج الجبالي. وبعد كده ابتدى يسرق من مخازن فرج علشان يدي الفقراء. لكن فرج عرف واصر انه يعاقب اخوه عقاب شديد جدا، لكن زبيده مراته قررت انها ما تسكتش، وراحت للفقراء عشان تلمهم حواليها وتبدا ثوره للاطاحه بفرج الجبالي. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ فيلم الجوع هو فيلم مأخوذ او مقتبس من واحد من حكايات ملحمه الحرافيش للكاتب نجيب محفوظ، وهي الحكايه التاسعه من حكاوي الحرافيش بعنوان سارق النعمه. موضوع الاقتباس ده عمل مشكله كبيره لعلي بدرخان، وحصل عليه هجوم كبير بسبب ان الفيلم فعلا متاثر بشكل كبير بحكايات ملحمه الحرافيش. واي حد قرأ الحرافيش لنجيب محفوظ هيلاحظ التشابه الشديد ما بين الفيلم وروايه سارق النعمه. وسبب الهجوم اللي حصل على علي بدرخان انه ما ذكرش في التتر ان الفيلم مقتبس من روايه الحرافيش، وبالرغم من ان بعد كده اعترف بان الفيلم متاثر بالروايه، لكن ده ما قللش من الهجوم عليه. وبالرغم من تشابه الاحداث، لكن للامانه في معالجه علي بدرخان لقصه الحرافيش فيها اختلاف كبير جدا عن الروايه، وبيطرح فيها فكره مهمه جدا اي حد قرا في التاريخ لازم هياخد باله منها، وهيسال نفسه سؤال مهم هو جوهر فكره الفيلم، وهو لماذا دائما الشعب المصري بيتم ظلمه وقهره وسرقته بالرغم من اختلاف الحكام اللي مروا على حكم مصر على مر التاريخ. فلو ذكرنا على سبيل المثال حكام الدوله الامويه مثلا، هنلاقي ان في حكام كتير منهم سرقوا المصريين، وبعدهم بعض من حكام الدوله العباسيه وحكام الدوله الطولونيه والاخشيديه والفاطميين والمماليك والعثمانيين. بمعنى اخر ان 90% من حكام مصر منذ فجر التاريخ وحتى دوله يوليو سرقوا الشعب المصري ونهبوا خيراته وجوعوا الشعب وقهروه وظلموه. طب ايه السبب اللي يخلي معظم حكام مصر مع اختلاف منشأهم واعراقهم وخلفياتهم السياسيه والدينيه يجتمعوا على ظلم شعب مصر؟ ايه اللي يخلي ان العامل المشترك ما بينهم هو اصرارهم على سرقه الشعب المصري والتعامل معاه على انه مجموعه من الافراد التابعين المهمشين اللي ما لهمش اي قيمه تذكر؟ علي بدرخان جاوب على السؤال ده من خلال فيلم الجوع، لاننا لو تناولنا الفيلم بالتحليل هنلاقي ان فرج الجبالي كان شخص عادي زيه زي افراد الحاره، بيتعرض للظلم زيهم المعلم جعران في فتوة الحاره، وكان برضه بيتعرض للاهانه والضرب والسرقه زيهم. والاختلاف الوحيد ما بينه وبين اهل الحاره هو انه اقوى جسديا منهم، وهو انه برضه حفيد فضل الجبالي في فتوة الحاره السابق. لكن بالرغم من كل ده لكنه كان مستكين ومستسلم للظلم زيه زيهم. لكن لما تم اهانه امه من معلم جعران فرج ما استحملش وقرر انه يواجه علشان ينتقم لشرفه، وقدر ساعتها انه ينتصر عليه. ومن هنا بتبدا الاجابه على السؤال المهم، وهو لماذا يتعرض المصريين للظلم على مر العصور؟ بعد انتصار فرج الجبالي على المعلم جعران هنلاقي ان اهل الحاره حملوا فرج الجبالي على كتافهم وهتفوا بالهتاف الاشهر اللي اصبح تقليد اساسي عند الشعب المصري عند تنصيب اي حاكم، وهو هتاف اسم الله عليه اسم الله عليه. اسم الله عليك يا اخويا فرج الجبالي، اسم الله عليك 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 اسم الله عليك. هتقولي طبعا ان مفيش حد بيقول الكلام ده دلوقتي، هقول لك انه بيتقال لكن بشكل تاني مش هينفع نقوله لاسباب خارجه عن ارادتنا. الحاجه التانيه ان الشعب المصري عند تنصيب اي حاكم فالعامه من الناس بيعلقوا عليه امال رهيبه زي ما هنشوف المشهد ده. دي نصر قوية
عطيه من عند ربنا. ربنا كان عالم بحالنا. اللي حصل ده يشرح القلب ويزيل الغم. كل الناس هتتبسط وتفرح. بكره الرزق هيتوفر للغلابه. خلي العيان يعرفوا ان الله حق. المعلم فرج وعد بكده. عمره ما فكر في الفتوانه اللي عشان يرجع الخير والعدل للحاره دي. بكره القش هتبقى معدن ان شاء الله. فاحنا كمصريين عند تنصيب اي حاكم على مدار التاريخ بنرفعه على اكتافنا وبنهتف له وبنفتكر ان هديه ربنا لينا واللي هيحل بيها كل مشاكلنا وهيغرقنا في الخير. وللامانه فرج الجبالي في بدايه فتره حكم الحاره كان عادل جدا، ورفع الاتوات عن البياعين السريحه وضاعف الاتوات على التجار والاعيان، وكان بيساعد الفقراء وفرش المسجد بالحصير وصلح السبيل، وكان بيرفض الاختلاط بالاعيان او انه ياخد اي هدايا منهم. ومن هنا تبدا الكارثه اللي بنعملها كمصريين، وهي التعظيم من الانجازات اللي عملها الحاكم زي ما نشوف المشهد ده. من اصلك الطيب يا معلم، ما انت حفيد الجبالي اللي بنى الزاويه دي والسبيل، ونعم الاصل. بص يا مولانا، والله اللي اتعمل في الحاره السهرين دول ما اتعملش من سنين. وبالرغم من ان ده هو الواجب الاساسي لاي حاكم، لكننا بنعظم من اي حاجه عملها كانه بيمن علينا من فضله. فلما الحاكم بيلاقينا بنرفعه على الاكتاف وبنهتف له وبنعلق عليه تصليح كل احوالنا، وكمان بنعظم الحاجات اللي بيعملها. فلو اضفنا ده مع غياب فكره المراقبه والمساءله ومحاسبه الحاكم على افعاله، فاي حاكم حتى لو كان فقير ابن فقير زي فرج الجبالي لازم ولابد يتحول لانسان ظالم. لان فرج الجبالي لما لقى كل الناس بتهتف له وكل الناس بتوافقه على اي حاجه بيعملها، وان مفيش اي حد بيراجع وراه ولا بيحاسبه انت بيدخلك كام وبتصرف كام في ايه وليه، فمن الطبيعي ان فرج الجبالي يبدا الشيطان يلعب في دماغه مع كل السلطات اللي اتجمعت في ايديه. ولان في قاعده معروفه جدا وهي ان السلطه المطلقه مفسده مطلقه، ففرج الجبالي انتقل للمرحله الاولى من مراحل التحول لحاكم ظالم، وهي انه ابتدى يفكر في نفسه بعد ما كان كل همه وكل تفكيره الغلابه من اهل الحاره، وابتدى انه ياخد من فلوس الاتاوه ويدي لامه ومراته. وبعد كده فكر انه يتجوز واحده من بنات الاعيان بعد ما كان بيرفض انه حتى يختلط بيهم. وبعد كده انتقل من عيشه في بيت بسيط في الحاره لقصر كبير، وبعد ما كان عايش عيشه الفقراء بقى عايش عيشه الاعيان. المرحله الثانيه بقى حصلت لما فكر في انه يمسك تجاره ملك السمري مراته الثانيه. هتقول لي طب ايه المشكله لما فرج يشتغل في التجاره؟ هقول لك ان التجاره مع السلطه والقوه ما ينفعوش يجتمعوا مع بعض ابدا، لان السلطه لما بتبدا تشتغل في التجاره لصالحها فده بدايه الفساد والانهيار. وده اللي حصل بالفعل مع فرج لما استغل كل نفوذه وقوته في انه يستحوذ على كل السلع الموجوده، واصبح هو المنفذ الوحيد في الحاره ومفيش قصاد اهل الحاره غيره علشان يشتروا منه. ومع حصول انخفاض في منسوب النيل وقله الميه واللي نتج عنها بالتبعيه قله في الموارد، ففرج الجبالي استغل سلطته في انه يحتكر المواد والسلع ويبيعها بالشكل اللي هو عايزه وبالسعر اللي هو عايزه. ومع رعب الناس من المجاعه اللي هتحصل ابتدى الناس يتكالبوا على الشراء، والكل حاول يخزن، والاغنياء والمقتدرين ابتدوا يخزنوا حاجات اكتر من حاجتهم، وده خلى اسعار السلع تتضاعف وخلى فرج الجبالي يتحكم فيهم اكتر واكتر. المصيبه الاكبر من ده هو تعامل المصريين مع الازمه اللي مروا بيها في الحاره. كانت الاسعار بتغلى كل يوم وهم ساكتين ومحدش فيهم بيسال ايه السبب، وبالرغم انهم شايفين الاغنياء مش متاثرين بالازمه والمجاعه، لكن مفيش حد فيهم فكر انه يروح لفرج الجبالي ويقول له هو ليه بس الغلابه اللي متاثرين بالمجاعه والازمه؟ ليه احنا مش لاقيين اللقمه وغيرنا كرشه مليان؟ ليه انت نفسك عايش في قصر بتاكل ملذه وطاب وسيدنا عايشين في الشارع مش لاقيين ناكل؟ لكن كل اللي عملوه انهم بيتداولوا اعتراضهم ما بينهم زي ما هنشوف المشهد ده. لما دول يشتكوا احنا نعمل ايه؟ والله دي عالم عجيبه يا جدع. الواحد كرشه قدامه مترين ووشه هيفك منه الدم وهوش مختشي يدعي الفقر. الهي يفتقروا بحق وحقيقي علشان يعرفوا ان الله حق. في مجموعه بقى من الافعال لازم مجموعه من علماء الاجتماع يفسروها، واولها ان اهل الحاره فضلوا الهروب عن مواجهه الظلم، وفضلوا انهم يتجهوا للمخدرات والغياب عن الوعي عن مواجهه مشاكلهم ومحاربتها، وما خدوش بالهم ان الفتوه اللي غلى عليهم الاكل هو نفسه اللي رخص لهم المخدرات والكيف. وكل اللي قلناه ده صوروا علي بدرخان بشكل واضح وصريح في المشهد ده. صوروا يا رجاله، المطاعم بتشتغل نص يوم من قله الاكل. ما كفايه السيره دي بقى، ولا كل ما اروح حته الاقي الناس بتتكلم في الاكل والتموين، دي حاجه تقرف. هو في اهم من لقمه العيش؟ طبعا المزاج ربنا ما يحرمنا منه. على رايك كله الا المزاج، ده لو شاح الناس تتجنن، وفي حاجه مخليانا نستحمل الا هو. الحاجه الثانيه اللي محتاجه تفسير برضو ان الفقراء لما جاعوا والجوع قرص بطنهم ابتدوا يسرقوا من بعض، بدل ما برضو انهم يفكروا يروحوا للي جوعهم، او حتى انهم يسرقوا من اغنياء بدل ما هم بيسرقوا من الفقير اللي جنبهم واللي ما حلتوش حاجه من اساس. وافعال المظلومين الساكنين الخاضعين الاذلاء خلت فرج الجبالي ينتقل للمرحله الثالثه من كيفيه التحول لحاكم ظالم، وهي مرحله البطش والقمع واللي بيتم غالبا ضد الفقراء. ففرج الجبالي لما شدد الازمه على اهل الحاره وابتدى السرقات تكتر، ما فكرش انه يعدل ويوزع الثروات المكتنزه عند الاغنياء
على اهل الحاره، لكنه فكر انه يفرض نظام بالقوه وانه يكمم افواه الجائعين علشان ما يسمعش انينهم. الادهى من كده ان الثعلب لبس ثياب الوعظين وابتدى يخطف الفقراء الجعانين ويكلموا عن الاخلاق وانهم لازم يستحملوا الازمه، بالرغم انهم هم بس اللي بيتحملوا الازمه وفرجوا رجالته بيوتهم وجيوبهم مليانه، زي ما هنشوف برضه في المشهد ده. بقى دي اخلاق حارتنا؟ بقى ننقش في بعض وقت الشده بدل ما نقف كلنا ايد واحده وقفه رجاله قدام الظروف المهببه اللي احنا فيها دي. اخس. الثعلب بعد كده خلع لبس الواعظين وتحول لحمل وديع او وضيع، ولما شدت الازمه نتيجه انه خزن اكل في مخازنه ومبقاش يبيع منه غير كميات قليله جدا علشان يرفع سعره، الناس ساعتها ابتدت تعترض، فالحمل الوضيع خطف فيهم وابتدى يقول لهم ان لو في ايده يحل الموضوع مش هيتاخر، مع انه هو اساسا سبب المشكله، وقال لهم ان الازمه على الجميع مع ان الازمه على الفقراء بس، وان المخازن فاضيه مع ان مخازنه كلها مليانه، لكن برضه العيب مش على فرج الجبالي، العيب على المغفلين اللي صدقوا الكلام الاهبل ده. بعد كده لما شدت المجاعه وابتدت الناس تاكل الكلاب والقطط، برضه اهل الحاره ما فكروش ايه السبب او ازاي ممكن يحلوا المشكله، او انهم ازاي يواجهوا فرج الجبالي السبب الرئيسي اللي هم فيه، لكنهم استسلموا للوضع في قنوع وذل رهيب، وكان كل اللي شاغلهم هل اكل الكلاب والقطط حلال ولا حرام. دول بيقولوا اللهم احفظنا في ناس بتاكل القطط والكلاب، انما اكل الكلاب والقطط دي حلال ولا حرام؟ اهل الحاره بعد كده لما ما لقوش حل وابتدى الجوع ياكل فيهم، ابتدى مجموعه منهم يحاولوا انهم يسيبوا الحاره ويشوفوا ارض تانية، لكنهم مش عارفين ان في كل مكان فتوه، وان اللي اتهان في ارضه هيتهان في اي حته تانية، لكنهم فضلوا انهم يسيبوا الحاره على انهم يواجهوا فرج الجبالي. ولما الظلم اشتد عليهم اكتر ابتدوا يسالوا هو ربنا فين وليه مش بيرفع عنهم الظلم، زي ما هنشوف المشهد ده. ايه الناس دي كلها؟ بيدوروا على مكان تكون العيشه فيه متيسره شويه. ليه ربنا سايب الناس تجوع بالشكل ده؟ من عارف حكمته، جايز محتاجين يتقرصوا عشان يفوقوا لنفسهم ويعرفوا ان الله حق. وليه ربنا سايبنا من الاول محتاجين ان احنا نتقرص؟ عشان يختبر الصالح من الطالح. ليه ما خلقش كل الناس صالحين وريحنا؟ وبعد كده نشوف مشهد ايقوني بيوضح مدى دحاره الفكر عند اهل الحاره، لما هنشوف فرح اخت ملك مع نزول صواني الفته واللحمه، ابتدى اهل الحاره يهجموا على الاكل ويخطفوه من بعض، ومفيش حد فيهم فكر هو ليه بيت فرج الجبالي مليان اكل وبيوتهم وبطونهم فاضيه، من الممكن اننا نلتمس ليهم العذر لانهم جعانين، لكن بعد ما شبعوا وخطفوا الاكل من بعضهم زي الحيوانات، ليه مفيش حد فيهم فكر في السؤال ده؟ هو ليه فرج الجبالي معاه كل حاجه واحنا مفيش معانا اي حاجه؟ رجال الدين برضو كان ليهم رد فعل غريب على الجانب العقلاني والاخلاقي لكنه معتاد بالنسبه لينا، وهو ان شيخ المسجد لما حصل فوضى في الحاره نتيجه الجوع وحاول ساعتها فرج الجبالي انه يقمع اهل الحاره بالقوه، فشيخ الحاره بدل ما يروح لفرج ويقول له انه يرفع ظلمه عن الناس او هو حتى نفسه يخطف الناس ويوعيهم، لكن شيخ المسجد ما عملش اي حاجه من ده، وكل اللي عمله انه راح لفرج وقال له ان سبب كل المشاكل هي الخماره اللي موجوده في الحاره، كأن لو الخماره اتقفلت فالخير هيعم الحاره وبطون الفقراء هتتملي. فكل النماذج والمواقف اللي طرحها علي بدرخان في الفيلم بدءا من تعامل الفقراء مع الفتوه ورفعه لمرتبه الابطال الخارقين والانبياء والصديقين، مرورا بتعامل الفقراء مع مشاكلهم وتفضيلهم للهروب عن مواجهه الظالم، وانهم يموتوا من الجوع افضل من انهم يقفوا في وش الظلم، نهايه بالفتوه الظالم اللي بيتكلم على الاخلاق ورجل الدين اللي بيحاول يلهي الناس عن مشاكلهم ويوجه غضبهم واهتمامهم لاي حاجه تانية بعيدا عن مواجهه الفتوه. كل دي نماذج حقيقيه وواقعيه بشكل كبير ومرعب، والنماذج والمواقف اللي طرحها علي بدرخان من خلال معالجته لملحمه الحرافيش هي اللي بتجاوب على السؤال اللي طرحناه في اول الحلقه، وهو لماذا يتعرض المصريين للظلم على مر العصور؟ لماذا بيتم تهميشهم وافقارهم واذلالهم بالرغم من اختلاف الحكام خلال التاريخ الطويل لمصر المحروسه؟ الاجابه ببساطه ان اهل الحاره هم السبب، هم اللي بيصنعوا الظالم وهم اللي بيسكتوا على ظلمه، اهل الحاره هم اللي بيرفعوا الفتوه على كتافهم لحد ما يدوس على رؤوسهم بجزمته، اهل الحاره هم اللي فاكرين ان الفتوه هو اللي هيحل لهم كل مشاكلهم، اهل الحاره هم اللي بيفضلوا انهم يغيبوا عن الوعي او انهم يموتوا من الجوع على انهم يواجهوا الفتوه، اهل الحاره هم اللي فضلوا قاعدين وفاكرين ان ربنا هيرفع عنهم الظلم وهم قاعدين في مكانهم. باختصار ان سبب الظلم اللي بيتعرض ليه اهل الحاره على مدار السنين هم اهل الحاره نفسهم، ولو اهل الحاره ما امنوش انهم سبب المشكله فهيفضلوا يبدلوا فتوه بفتوه الى ابد الابدين، وهيفضلوا طول عمرهم خاضعين اذلاء ومهمشين. وبس كده. سلام.